في المملكة العربية السعودية. اسمحوا لنا في بداية الحلقة نرحب بضيفنا الخاص لهذه الليلة الأستاذ محمد الدويش، الكاتب الصحفي والناقد الرياضي المعروف وعضو برنامج خط الستة على قناة أبو ظبي الرياضية. مساء الخير أبو سليمان. مساء النور، أهلا وسهلا. شكرا لوجودك معنا، نشكرك على قبول الدعوة، نشكر الزملاء في قناة أبو ظبي الأستاذ محمد نجيب وكل الزملاء اللي طبعا نعرف أنه أنت عملك معهم بشكل حصري، لكن سمحوا لنا اليوم أنه أنت تكون معنا في البرنامج، فشكرا لك ولهم. لا بس هذه شوي بعلق عليها سريعا. إيه تفضل. انه الحقيقه التركي فعلا يعني في تساؤل انه ليش محمد ما يظهر الا فقط في خط الستة ولا يرى بالقنوات الاخرى، لاني موقع عقد زي ما تفضلت احتكاري او حصري مع قناه ابو ظبي الرياضيه، وفي فقره في العقد انه ما اخرج في اي قناه الا بعد اذن مسبق. ولما استاذنت ابو زايد هذه المره قال لي علشان تركي. تسلم. كل شيء هون. تسلم والله، تسلم ويسلم ابو زايد. ابو سليمان، في اخبار شوت، كل اخبار مهمه عن الانديه السعوديه تطالب باقامه دوري زين بعد المغرب، والهلال ينهي علاقته الرسميه مع الكوري دي يونغ، وانديه قطريه تطلب الحوسني، والزمالك يستبعد حسن مصطفى. لكن احد ابرز الاخبار معنا، الجسنيه يستقيل من الاتحاد ويستعد للعوده عبر كرسي الرئاسه. نادي الاتحاد مقعد الرئاسه من سنوات، مقعد يعني بالتكليف، ومنذ أن استقال منصور أو استقيل أو أبعد أيا كانت التسمية، ولا زال هذا المقعد في نادي الاتحاد مقعد غير مستقر، ولا يقبل أن يبقى عليه أي رجل أكثر من عام. يعني إيش اللي قاعد يصير في رئاسة نادي الاتحاد أبو سليمان؟ والله تركي، شوف يعني أنا رأيي أنه تدخل الاتحاد السعودي أو الرئاسة العامة لكرة القدم في أي نادي على مدى سنوات بالتكليف، هذا من شأنه يعني يمكن أقول لك إذا بستخدم العبارة المناسبة يشكل حالة من خلينا نقول ضياع الهوية القانونية لهذا النادي أيا كان النادي، وخاصة لما يكون نادي بحجم نادي الاتحاد. الآن لما جت أو فتح باب الانتخابات، مع احترامي وتقديري للزميل عدنان جستنية كإعلامي، إلا أنني أرى كوجهة نظر خاصة في معظم الأندية، خاصة الأندية اللي تحتاج إلى مصاريف فوق عقد الرعاية أو عقد الشركة الراعية، أرى أنه رئيس النادي يجب أن يكون من الناس اللي تستطيع أنها تصرف، حتى لو لم يكن بذاك الحجم، إذا كان بشرط أن يكون وراءه داعمين على استعداد أيضا لتعويض أي عجز. أما أن يأتي شخص أيا كان هالشخص، حتى لو هو أنا ولا أنت، نرشح أنفسنا لنادي ونحن لرئاسة نادي، ونحن غير قادرين على أن نسد بعض العجز اللي يطرأ أحيانا، لأنه هذا يا تركي عمل يومي. هذا لاعب يبغى مواصلات، هذا لاعب يبغى علاج، هذا لاعب يبغى كذا يبغى كذا. لابد يكون رئيس النادي وحتى نائب الرئيس يكونوا قادرين ماديا أنهم يسيروا أحوال النادي على الأقل الأحوال الطارئة أو اليومية. نأتي لموضوع منصور البلوي. أنا بأمانة حتى هذه اللحظة لا أعرف لماذا لا زال الحظر قائم على منصور البلوي بالعمل الرياضي. يعني اللي أعرفه، وإذا عدت بالذاكرة إلى قضية محمد كالون، ولما ثارت قضية محمد كالون أنا ظهرت على القناة الرياضية السعودية في برنامج كل الرياضة، وقلت بالحرف الواحد: إذا كان منصور البلوي له ضلع في هذه القضية بأي شكل من الأشكال ولو بشكل شخصي فيجب أن يعاقب. عوقب الرجل وصدر عفو ثم عفو ثم عفو، ولاعبين يا تركي ممنوعين من دخول السعودية، من العودة للسعودية عادوا، ومدربين أيضا كانوا ممنوعين يعادوا. إيش معنى منصور البلوي لم يشمله العفو؟ هل هناك حظر مدى الحياة؟ هل هذه مكافأة لمنصور البلوي الذي وصل بالاتحاد في وقت الجفاف أو صحراء الكرة السعودية في تلك الأعوام، سواء على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات؟ هل مكافأته أنه وصل بفريق الاتحاد للعالمية
ومثل الاتحاد الكرة السعودية خير تمثيل في ذلك المحفل. ثم نقطة أخرى، كيف نتكلم عن الاستثمار والخصخصة القادمة ونحن نبعد شخصية مثل منصور بلوي عن العمل الرياضي؟ إذا هناك أسئلة مشروعة بس يجب أن يحصل المجتمع الرياضي والإعلام الرياضي والجمهور الرياضي يجب أن يحصل على إجابة. بس أبو سليمان ما في شيء رسمي صدر أنه منصور بلوي مبعد. الرجل خرج في بيان ذكر من خلاله أنه أنا أبتعد عن الوسط الرياضي، حتى ما في شيء رسمي صدر أنه منصور بلوي لا تقترب من نادي الاتحاد. صحيح في روايات تقول أنه منصور منع، وفي أخبار تقول أنه منصور بلوي منع من التواجد في الاتحاد، لكن ما في شيء رسمي خرج في هذا الموضوع. وإحنا اتحاد القدم يعني الناس تنتقده وممكن تطالب باشياء رسميه، ما شفنا حتى طالب اتحاد القدم انه اعطونا موقف رسمي ضد منصور بلوي. يعني انت تتوقع تركي انه هو انسحب بذاته؟ انا اطرح تساؤلات، لانه انا اقول لك طبعا ما في شيء رسمي، وهذه المشكله. هذه بالعكس هذه تعقد الامور. يعني يا ريت في قرار رسمي مكتوب فيه حيثيات ليقتنع الناس انه فلان الادمي منع من العمل الرياضي. لكن في معلومات شخصيه عندي انا انه قيل له في الاول لما تقدم في الترشيح، جاء هاتف من شخصيه معينه انه انت لا زلت شخصيه لها علاقه بالرياضه. نعم. أي. هو طلب خطاب رسمي بذلك، ما وصلوا خطاب رسمي، وانما وصلوا تاكيد من شخصيه اعلى انه انت لا زال وضعك كما هو ولم يجد اي جديد بشانه. هل التساؤل اللي بطرحه انا، هل استمرار الحظر على منصور بلوي هو خدمة للطرف الآخر اللي هو تسبب في هذا الوضع؟ يعني هل القصة قصة شخصية؟ إنه ما دام أنا موجود على هذا الكرسي اللي أنا الشخص اللي سعيت لهذا الموضوع موجود على هذا الكرسي، إذا لا يعود البلوي، وإذا اختفيت أنا من هذا الكرسي كانتصار شخصي بإمكانه أن يعود. من هذا الشخص أبو سليمان؟ يعني وضح لنا أكثر. رئيس نادي الهلال الأمير عبد الرحمن مساعد. نعم. معروف ان الهلال هو وراء قصه ابعاد منصور بلوي، وانا قلت لك يا تركي اذا كان الموضوع من اجل محمد كالون، اول من طالب بمعاقبه منصور بلوي هو محمد الدويش على شاشه التلفزيون السعودي. طيب ابو سليمان لما نقول الامير عبد الرحمن، لكن الرجل عوقب. طيب لما نقول الامير عبد الرحمن بن مساعد واللي انت تقول انه طول ما هو رئيس للنادي لن يعود منصور بلوي، السؤال يعني اللي يجي في بالي الان، منصور بلوي قضيته كانت قبل اداره الامير عبد الرحمن بن مساعد، يعني ايش علاقه الامير عبد الرحمن بن مساعد في الموضوع؟ هم كانوا يا تركي يعني جميع الهلاليين كانوا خلف هذه القصة، ويمكن في ذاك الوقت كان من حقهم. زين؟ ثم جاء الأمير عبد الرحمن بن مساعد واستمر الحظر. فأنا شخصيا أربط بين وجود الأمير عبد الرحمن بن مساعد كرئيس لنادي الهلال وبين استمرار الحظر. هذا تحليلك الشخصي ولا لا تحليل ولا معلومات؟ لا تحليل الشخصي. لا، لأنه أنا أقول لك يعني كون الحظر يستمر معناته فيه علامة استفهام. ليش أقول لك علامة استفهام يا تركي؟ لأني ذكرت لك عفو ثم عفو صدر بمناسبات متعددة. ألا يشمل هذا العفو منصور بلوي؟ طيب يمكن أبو سليمان الحظر مستمر من اتحاد القدم مش من الهلال، ما الهلال ما له علاقة في الموضوع، لأنه أنا بطرح زي ما قلت لك المتسبب في الموضوع من هو يا تركي؟ اي ما يخالف ابو سليمان، بس انت الحين لما تربطها بالامير عبد الرحمن بن مساعد، اي واحد يسمع الكلام هذا او يشوفنا الان يقول يا ابو سليمان هذا الموضوع صار في عهد الامير محمد بن فيصل، ايش علاقه عبد الرحمن بن مساعد في منصور بلوي؟ تساؤل مشروع. انا عارف انه هذا الموضوع اللي هو موضوع محمد كالون وقع عندما كان الامير محمد بن فيصل رئيس الهلال. من الطبيعي انه لما يتغير الرئيس انه الحظر يزال. زين؟ ولكن استمرار الحظر يعني أن الإدارة الهلالية القادمة أو اللي الآن موجودة سعت هي الأخرى ليستمر هذا الحظر. إيش الخطر اللي على الإدارة الهلالية من عودة منصور بلوي رئيس لنادي الاتحاد؟ منصور بلوي يشكل خطر كبير على نادي الهلال. هذه حقيقة. منصور بلوي هو الرجل الذي أوجد تنافسا كبيرا على كافة الأصعدة والمستويات بين الاتحاد والهلال. هذه حقيقة. وهذا يشكل خطر؟ من وجهة نظر بعض الهلاليين قد يشكل خطر أنه وجود رجل مثل منصور بلوي يرأس نادي الاتحاد. منصور بلوي ليس مالا فقط، وإنما فكر، وعي، كاريزما، حركة، أشياء كثيرة يملكها منصور بلوي. طبعا أنا أقول هذا الكلام وأرجو أن لا يفهم أحد أني الآن قاعد أدافع عن منصور البلوي أو أجامله أو أسعى لمصلحة عند منصور البلوي.
أنا منصور بلوي يا تركي لم أتشرف بمقابلته على الإطلاق. التقيت فيه كان هو في التلفزيون في الاستوديو في جدة وأنا في التلفزيون في الرياض، ووقتها كانت قضية خميس العويران لما انتقل للاتحاد، وقلت له وأنا موجود في التلفزيون، قلت أن انتقال خميس العويران للاتحاد غير قانوني، لأنه لما شطب خميس العويران كان باقي مدة من العقد، ولما عفي عنه كان المفروض يستأنف عقده من وقت الإيقاف، من وقت الشطب. طيب نرجع هم لا حسبوا مدة الشطب على الهلال. فأنا قلت له ورد علي وصار حوار كبير، قلت له لا أبدا أنا رأيي. بس أنت تؤكد أنه في حديثك عن أنه إبعاد منصور البلوي كان بتوجه هلالي، تؤكد أنه هذا الموضوع مش معلومات، هي مجرد أمور أنت تربطها استنتاج. نعم استنتاج شخصي. نعم مش معلومات. طيب الاتحاد يعني يقف على منصور البلوي سليمان علشان مثلا نقول والله ابو سليمان فقط، ما في نادي عشان بس منصور بلوي هو اللي يشكل خطر على التنافس بين الهلال والاتحاد؟ ما في نادي يا تركي يقف على شخصيه، لكن لما يوهب نادي شخصيه مثل شخصيه منصور بلوي بكل تاكيد سيتمسك فيه. وانت تشوف الان وش اللي قاعد يصير في الاتحاد يعني في موضوع الرئاسه. يعني انا على العموم أتكلم يا تركي بتجرد، اترك منصور بلوي ومواصفات منصور بلوي. من حق أي مواطن إذا عوقب أن تحدد هذه العقوبة، من حق أي مواطن أن يعمل في المجال الرياضي زين، من حقه أن يدخل الترشيحات ويمكن يحزم. يعني أنا ما أضمن منصور بلوي لو دخل الانتخابات أنه سيفوز، ولا أحد يضمن، حتى منصور بلوي نفسه ما أحد يضمن. بس دائما منصور بلوي متهم بإفساد العلاقة في الوسط الرياضي، اتهم منصور بلوي بكثير من الاتهامات، إلى أنه في فترة من الفترات صور منصور بلوي في الرأي العام بأنه أحد، يعني حتى في حديث إعلامية ذكرت أنه منصور بلوي بؤرة فساد في الوسط الرياضي. منصور بلوي أنت تذكر هذا الكلام، منصور نعم. بلوي كان يقود خلينا نقول حملة الخلاف بين الأندية السعودية واللعب خلف الكواليس، هذا كان حديث يدور حول منصور بلوي. طيب هذه ما تدعم وجهة نظر من يريد إبعاد منصور بلوي عن الرياضة؟ يعني إذا كان منصور بلوي اتهم بالفساد، أنا طبعا ما أعرف ايش معنى كلمة فساد، ما المقصود فيها. يعني هل هو مثلا لا قدر الله يقدم رشاوي، يقدم ما أدري يعني يذكرها منصور بلوي يتهم فيها في قناة الإخبارية. لكن إذا المقصود للحاجة اللي يتكلموا فيها هي التكتيس، أنا أسألك ما الذي حدث بعد منصور بلوي وفي نادي الهلال بالذات؟ اثنين، منصور بلوي اتهم برفع سعر اللاعب. طبعا اللاعبين بما فيهم ياسر القحطاني اللي هو نجم الهلال يقول انه بالعكس منصور بلوي هو اللي خدم اللاعب السعودي. لكن لننظر النظرة الأخرى اللي يقول لك ان منصور بلوي رفع سعر اللاعب السعودي. بعد أن اختفى منصور بلوي، هل هبط سعر اللاعب السعودي ولا رأينا لاعب ينتقل لنادي ب 32 مليون؟ هل كان منصور بلوي خلف الصفقة دي؟ اللاعبين اللي نراهم الآن يأخذون على 28 و 22 مليون، كان من الطبيعي بوجود منصور وغير منصور أن تصل الأرقام إلى هذا شيء عالمي. حتى أرقام المدربين قفزت. يعني لماذا لا يتهم الأمير عبد الرحمن بن مساعد بأنه هو المتسبب أيضا في قفز أسعار المدربين في الأندية السعودية واللاعبين الأجانب؟ ليش حسبت ميزة للأمير عبد الرحمن؟ وأنا أحسبها ميزة على فكرة. أما إذا كنا نتكلم عن الدخول في الصفقات أو حتى ما يدور خلف الكواليس، فإننا يا تركي سنتعب كثيرا ونحن نتكلم عن معظم رؤساء الأندية، وخذها على مسؤوليتي. نواصل الحديث معك أبو سليمان، بعدين نذهب إلى فاصل قصير. فاصل قصير بعده نعود للحديث مع الأستاذ محمد الدويش الكاتب الصحفي والناقد الرياضي معه.